اي حد بيطلع ينتقد او يتكلم على الوضع الاقتصادي للبلد، ولا ان في اخطاء اقتصادية، او ان احنا بنعاني من الكلام ده من 64 سنة، يطلع يتقال عليه بقى ايه؟ من المطبلطية واللجان الالكترونية اللي احنا عارفينها، وشوية للناس الجهلة اللي هم بيرددوا بس كلام بيسمعوه خلاص من غير ما يفهموه. واول حاجة يقول لك عليه انت خاين، انت عميل، انت اخوان. صح؟ محدش قابل ان انت تتكلم، ما ينفعش تعارض، ما ينفعش تقول لا، ما ينفعش ان انت بتفهم، لان هم بس اللي بيفهموا، اي حد تاني ما بيفهمش. فالمنطق ده مطبق على الناس كلها، اي حد بيقول لا لاي حاجة يبقى هو كده ويتقال عليه اخوان. فالنهاردة جايب لكم الرأي. اكيد مفيش اتنين في البلد بيختلفوا عن ابراهيم عيسى مش اخوان، ولا هو ممول خارجيا، ولا هو مدفوع من جهة ما، ولا الكلام ده كله. يعني ابراهيم عيسى معروف للناس كلها يعني. اسمعوا بقى رأيه وشوفوا كلامه اللي هو بيقوله، واللي ياما انا واحد زي قلته قبل كده وناس كتير قوي بتقوله، وطلعوا قولوا عليه برضو ان هو اخوان برضو. يعني انا عايز اسمع بقى رأيكم، هتقولوا عليه ايه؟ بس تسمعوا لي الاخر. بقسم بالله اللي اتعمل فيك يا مصر ما يتعمل في 20-30 سنة. هذه الإنشاءات والمشروعات أمر جيد، ولكنه ليس جديدا. حتى لو كان كثيفا فهو في حقيقة الأمر إنشاءات. عملنا أنفاق من قبل، وهنعمل أنفاق من بعد. عملنا كوبري، عملنا كباري من قبل، وهنعمل كباري من بعد. بنينا وحدات سكنية. كل ده شيء كويس، شيء كويس فعلا، مخافة انه حد يتصور ان انا بقول الكلام ده مش كويس. لكن هذا الكلام لا يؤدي الى التقدم. انتوا فاهمين التقدم بطريقة غلط، وفاكرين مصر تتقدم بالانشاءات، ومتصورين انه نقدر نجمع ما بين الدولة البوليسية والدولة المتقدمة اقتصاديا. مستحيل. ليه؟ عشان تتقدم اقتصاديا لازم يبقى في شفافية، لازم الناس كلها تبقى عارفه وتحاسب وتسائل، من اول رئيس الجمهوريه لاصغر موظف. لازم القرارات تبقى في النور، والاتفاقات في النور، والقوانين في النور. مش ممنوعين في مجلس النواب عن النطق والكلام، وممنوعين في مش عارف ايه عن الكلام، والتلفزيونات اللي تتحول الى تلفزيونات، يحصل التامين الناعم اللي بكلمكم عنه ده. اجهزه الدوله تشتري تلفزيونات القطاع الخاص وتقام. ايه ده؟ ده ما يوديش لدولة تتقدم أبدا خالص. ومحاولات تأليه الرئيس بقى وإعادة تاني المنتج القديم بتاع مبارك والسادات وعبد الناصر، ده شيء برضه لا يمكن يقدم بلد. ما احنا يا جماعة اهو من سنة 52 لغاية النهاردة 64 سنة اتقدمنا بروح بالدم نفديك يا زعيم. اتقدمنا بيها، اتقدمنا بالنفاق للرؤساء، اتقدمنا بتأليه الرؤساء والتعامل معهم على اعتبارهم يعني لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم. اتقدمنا بالمطبلطية وراقص التنورة اللي هم مهمتهم في الحياة افساد الرؤساء علينا، على مجتمعهم وبلدهم. اتقدمنا بفرعنة مسؤولينا وحكامنا. هل اتقدمنا يعني احنا كويسين دلوقتي بالسياسة اللي خدناها بقالنا 64 سنة، بالاداء ده، ان يعني الشعب ما يفهمش حاجه وما يعرفش حاجه، والرئيس هو اللي يعرف، ومجلس النواب يبقى للمبايعه والتسقيف. اتقدمنا ان كل الناس بتقول نفس الكلام، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركه. اتقدمنا 64 سنه. اتقدمنا بانه كل واحد يقول راي غير الراي اللي بيقوله الرئيس او الوزير او رئيس الحكومه او الاعلام الحكومي، يبقى خاين وعميل ومتآمر واهل شر. اتقدمنا. ما هو ده اصل كانت ولقيناها. اتقدمنا بعد 64 سنه بالسياسه دي. طب بتكررها ليه؟ هي بحذافيرها. ليه؟ عشان الثمنها ايه يعني؟ ان احنا هنبني 20 مبنى جديد؟ ان احنا هنعمل 5 محطات كهرباء؟